رجاء على من يجد هذه السيدة التوجه بها إلى أقرب دار شرعي، التوجه بها إلى أقرب دار شرعي، التوجه بها إلى أقرب دار شرعي. تظلم وحدك تنسى ربك، هات ابوك وهاتي امك، دول يلي همهم همك كله الا عقوق الوالدين. لا تجعلنا يا رب نادمين، اعجب من شخص يكرهه لماني شايف، سب ابوه بكل فخر لانه كبر ومن ربه ما هو خايف. لو فقدته لا بتندم على كل لحظه، صحح امورك ده موجوده الفرصه. ادعي من ربك يحفظهم، غيرك يتيم وما له حق ولو يحضنهم. لو انت رجل لا تنسى سهرهم، لو انت رجل لا تنكر فضلهم، لو انت رجل اخر حقك على حقهم، اخر حقك على حقهم. لو انت رجل ادعي من ربك يحفظهم، غيرك يتيم وما له حق ولو يحضنهم. والله إن بعض الأبناء يأتي بأمه ويرميها في المستشفى ويدعي أنه فاعل خير فيهرب، وأمه تنتظر على أمل أن يعود، لكنه للأسف يتركها حتى توضع في الدار. ثم بعد ذلك تقول يبدأ بالاتصال: هل فلانة موجودة؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة. هل فلانة حية؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة. وإذا قالوا له ميتة أتى ليكمل إجراءات الدفن. أدعوك يا رب افرجها، أحسن صدر ضاق، كفر بحق أهلي والوالدين يعاق. مؤلم يا ناس إنك بتعصي أمر ربك، تعبوا عليك وربوا لجيت تشوف دربك. لهم مكانة كبيرة تنهرهم وانت لا، لما تعصيهم انت كأنك انت تعصى الله. خادم إلهم تكون والله هذا هم قليل، مهما بتعمل لهم ما بترد للجميل. متحسف على زمن أصبح العقوق رجولة، خلك طيب مع أهلك، خلك صاحب حمولة. أمك هذه جنة لكنها على الأرض، أمك من بعد ربك طاعتها هذه فرض. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. جيا كلامهم لمصلحتك لا تظنهم يكرهوك، صحح جميع أخطاء قبل لا يروحوا من يديك. قلهم قولا كريما لا تخيب ظنهم بيك.